أشهر الكلاب في التاريخ. وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. كل واحد ربى كلب عارف قد ايه الحيوان ده يستحق لقب الصديق الوفي بجدارة، لدرجة ان في كلاب دخلت التاريخ من كتر تفانيها وحبها لصاحبها، وضربت المثل لينا في قصة دي. والنهاردة هنحكي لكم 4 قصص عن كلاب التاريخ ذكرها، مع العلم ان في قصص كتير مؤثرة اكتر واغرب لكن لم يذكرها التاريخ، لكن اصحابها عمرهم ما نسيوها وحكوا قصتها. الكلب هاتشكو 9 سنين 9 سنين مستني صاحبه قدام محطة القطر بطوكيو، وقد اعتاد هايد سايبيورو اوينو صاحب الكلب انه يستناه كل يوم في طريق عودته، لكن مات صاحبه الكلب وانتظر ومرجعش. صاحبه فضل 9 سنين في انتظاره الى ان مات، لدرجة ان اتعمل له تمثال من البرونز في محطة القطار مكان بيقف. الكلب بوبي 2800 ميل يعني 4500 كيلو متر مشيهم الكلب بوبي اللي تاه عن أهله في الطريق، فقدوا الأمل إنهم يلاقوه تاني، لكن رجع بعد 6 شهور. عايزكم تتخيلوا 4500 كيلو متر في 6 شهور عشان يرجع لأهله. بالطو وتوجو أذان الكلبان بأنهما من أنقذ القرية بعد تفشي مرض الدفتيريا في ألاسكا، وقد تم اتخاذ قرار بأنه سيتم استخدام فريق من الكلاب لإرسال الأدوية، وبقيادة بالطو وتوجو غطى الفريق 674 ميل في 5 أيام ونص. الكلبة لايكا أول كلبة رائدة فضاء موتن سبوتينيك الثاني، بس للأسف ما رجعتش تاني. وفي التاريخ كتير زي التشيكيز اللي كادت تنهي حياته السياسية قبل أن تبدأ، والكلب بومبي الذي أنقذ قائد الثورة الهولندية من الموت المحقق على يد القتلة أمير أورانج، والكلب سموكي الذي كان أيقونة الحظ أثناء الحرب العالمية الثانية للجنود الأمريكان. وطبعا لو قعدنا نحكي هنلاقي آلاف القصص لكلاب دخلت التاريخ. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.